راجل تزوج وبعدين زوجته بقت حامل، ربنا رزقهم ببنت وكان سعيد جدا، وبعدين ربنا رزقهم ببنت تاني لغاية ما ربنا رزقهم بأربع بنات. الراجل كان متضايق جدا عاوز الولد، لدرجة كان سايبهم طول اليوم وبيجي آخر اليوم بس على النوم. الزوجة بقت حامل للمرة الخامسة، قال لها لو جبت بنت هتجوز عليكي. ربنا رزقهم بالبنت الخامسة. الزوج اتضايق جدا وقال لها أنا هخلص منها. أخدها وراح حطها على باب المسجد واستنى حد ياخدها. في صلاة الفجر محدش أخدها، في صلاة الظهر برضو محدش أخدها. قام أخدها الزوج ورجع بيها تاني على البيت وهو متضايق جدا، وفعلا اتجوز على زوجته. بعد فترة كانوا في مشوار هو وزوجته وبناته الخمسة، عملوا حادثة في الطريق، الزوجة وأربع بنات اتوفوا وعاش الأب والبنت الخامسة. بس الأب كان عنده شلل رباعي. البنت الخامسة سابت دراستها وجامعتها عشان تراعي باباها المشلول. أما ولاده من مراته التانية رفضوا حتى يسألوا عليه.